بتبدأ حكايتنا في منطقة اسمها تشارلز تاون، واللي بتكون مليانة باللصوص المتخصصين في سرقة البنوك والسيارات المصفحة. وبيكون في مجموعة من اللصوص بيهجموا على بنك في بوسطن، وبيتعرض البنك للسطو، وبيدخل اللصوص البنك وبيطلبوا من الرهاين ينزلوا على الأرض ويسلموا تليفوناتهم. وبيدور اللصوص على الفلوس، وبيطلبوا من مديرة البنك اللي اسمها كلير إنها تفتح لهم الخزنة، لكنها بتكون خايفة في البداية ومتوترة. لكن حد منهم بيطمنها وبيقول لها إن هم مش هيأذوها، وبالفعل بتفتح لهم الخزنة وبيدخلوا وبيسرقوا كل الفلوس اللي موجودة جوه. بعد كده في شخص بيكون عايز يفتح باب البنك، لكنه مش بيكون عارف ان البنك بيتعرض للسطو، وبيمشي بعد كده وبيشغل مساعد مديرية البنك جهاز الانذار، لكنه بيتعرض للضرب من الحرامية، وبيمحوا اللصوص بصماتهم من المكان قبل ما يمشوا بمسحوق تبييض. وبتلاحظ مديرة البنك ان على رقبة احد اللصوص وشم، وبياخد اللصوص مديرة البنك كرهينة وبيهربوا بالسيارة وبينزلوا مديرة البنك عند شاطئ، وبيطلبوا منها انها تمشي لحد ما رجلها تلمس المية، وبيمشوا. بعد كده بتيجي الشرطة عشان تحقق في القضية، واللي بيكون ماسكها محقق اسمه آدم ومعاه صديقه دوني. وبيقول آدم لدوني انهم هربوا بسيارة عمل وان محدش بلغ عن اختفائها، وبيبعت اسم الجرائم والسرقة للمحقق آدم، وبيقولوا له فيها ان هم لقيوا السيارة اللي هرب بيها اللصوص لكنها محروقة. وبننتقل بعد كده للصوص، واللي بيكونوا منتظرين صديقهم جيم، وبيوصل جيم وبيقول لهم ان في مشكلة، وبيقول لهم ان كلير مديرة البنك ساكنة جنبهم وممكن تعرفهم. لكن دوج بيطمن جيم وبيقول له ان هو هيحل المشكلة دي. بعد كده بنرجع تاني للمحقق آدم، واللي بيكون مستدعي كلير مديرة البنك عشان يستجوبها، وبيطلب من مساعده ديريك انه ياخد بصماتها، وبيتكلم معاها عن خطفها، لكنها بتقول له ان هم هددوها وكمان خدوا بطاقة الترخيص بتاعتها، وبتقول له كمان انها خافت تهرب لان كان معاهم اسلحة وممكن يقتلوها، وبتضيف كمان انها لو قالت اي حاجة للشرطة هيروحوا منزلها ويغتصبوها ويقتلوها. وبيقول لها المحقق آدم انه هيقبض عليهم وانه كمان عارف مكانهم، وبيقول لها انهم من تشارلز تاون. بعد كده بننتقل لجيم ودوج، واللي بيكونوا رايحين لصديقهم مايك، وده بيكون تاجر مخدرات، وبيدوا له فلوس وبياخدوا منه مخدرات، وبيدوا المخدرات لشريكهم ريجي. بعد كده بننتقل لدوج، واللي بيكون بيراقب كلير وبيروح وراها المغسله، وبتساله كلير لو يعرف يساعدها لان الآلة متعطله، لكنه بيقول لها ان هو مش هيقدر يساعدها. وبتلاحظ كلير دم على القميص، وبتفتكر يوم عملية السطو وبتبكي، وبيسألها دوج لو هي بخير، وبتقول له انها بتمر بأسوأ اسبوع، وبيحاول دوج يروح عنها شوية. بعد كده بنروح للمحقق آدم، واللي بيكون بيقتحم منزل مجموعة من تجار المخدرات وبيستجوبهم، لكنه مش بيستفيد منهم بأي معلومات. بعد كده بننتقل لدوج، واللي بيكون خارج مع كلير وبيتعرف عليها، وبياخدها دوج في جولة بالقارب بتاعه، وبتقول له انها كان نفسها تركب قارب من زمان، وبتسأله كلير لو يعرف أي معلومات عن سرقة البنوك، وبيقول لها ان سرقه البنوك منتشره جدا في تشارلز تاون كانها تجاره يعني. وبنروح بعد كده للمحقق آدم، واللي بيسال شخص من امن البنك ازاي اللصوص دمروا المحول في محطه المحرك، وبيجاوب الشخص ده ان اللي عمل كده اشخاص بتشتغل في فيريكوم. وبيروح المحقق آدم يقابل كلير ويسالها هي ليه ما قالتش انها من تشارلز تاون، وبتقول له انه موجود في اوراق عملها، وبتساله لو هو شاكك فيها، لكنه بيقول لها لا، وبتقول له انها بتوعد شخص لكنه بيحذرها، لكن هي مش بتهتم بكلامه. بعد كده بيقابل دوج كلير، وبتحكي له عن عملية سطو، وبتقول له كمان ان اللصوص خطفوها وانها كانت فاكرة ان هم هيقتلوها، وبتقول له كمان انها بتشتغل مع المباحث الفيدرالية، وبتقول له انها هتعرف اللصوص لو سمعت صوتهم مرة تانية. لكن دوج بيقول لها ان الامر صعب عليها، وبتطلب من دوج يوديها المساعد بتاعها في البنك واللي كان متعرض للضرب في عملية السطو، وبيزوروه في المستشفى. بعد كده بياخد دوج كلير وبيكملوا سهرتهم، وتقول له كلير انها كدبت على المباحث الفيدراليه وانها شافت وشم على رقبه الشخص اللي اعتدى على مساعدها، وبتقول له ان الوشم كان للمقاومه الايرلنديه وانها خايفه تبلغ المباحث لان اللصوص ممكن يقتلوها. لكن دوج بيقول لها تنتظر لانها معرضه للخطر في اي وقت. بعد كده بيوصلها دوج للمنزل وبيسالها عن العربيه بتاعتها، وبتقول له انها كان عندها عربيه وفي يوم هجم عليها اشخاص وحطموا العربيه وكانوا عايزين يغتصبوها. وبيروح دوج لصديقه جيم وبيطلب منه يساعده انهم يلاقوا الاشخاص دول، لكنه مش بيفهم جيم كل حاجه. وبيروح معاه جيم لصديق قديم اسمه كيني وبيشتروا منه مخدرات، وبيسال دوج عن الاشخاص اللي هاجموا كلير وبيقول له على مكانهم، وبيروح دوج وجيم ليهم وبيقتحموا المنزل وبيضربوهم، وبيقول لهم ان هو هيجي لهم بعد اسبوع ولما مشيوش من هنا هيقتلهم. لكن جيم بيكون عايز يعرف ليه دوج عايز يقتلهم، فبيسال شخص منهم لكنه مش بيفيده بحاجه، فبيضربوا جيم بالنار لكنه مش بيقتله. وبننتقل بعد كده للمحقق آدم، واللي بيكون قدر يعرف اول شخص من عمليه السطو، وده بيكون الشخص الوحيد اللي كان بيشتغل في فريكوم وبيكون اسمه ديزموند. بعد كده بيتجمع دوج وجيم واصدقائهم اللي اشتركوا معاهم في عمليه السطو، وكمان بيكون معاهم صديقهم ديزموند اللي عرفته المباحث الفيدراليه، وبيكون بيراقبهم المحقق آدم وصديقه دوني، وبيصوروا دوج واصدقائه لانهم بيكونوا كلهم مش شبه فيهم، وبيكون ليهم كلهم ملفات قديمه في المباحث الفيدراليه لانهم بيكونوا مرتكبين جرائم قبل كده من سرقه وقتل. وبيوضح المحقق آدم للمباحث ان دوج بيشتغل مع بائع الزهور فيرجي، واللي كان بيشتغل معاه والد دوج، وبيكون والد دوج مسجون بتهمه سرقه سياره وقتل حارسين من الامن اللي شافوه ومحكوم عليه بالمؤبد. بعد كده بيقابل دوج كلير وبتقول له ان اخوها مات في يوم زي ده،
وانها حاسه ان حد هيموت. وبتقوم كلير تتكلم في التليفون، وبيجي جيم وبيقول له دوج انهم لازم يمشوا دلوقتي، وبيسالوا جيم كان قاعد مع مين، وبيقول له دوج انه قاعد لوحده. وبتيجي كلير وتشوفهم وهم قاعدين مع بعض، لكنها مش بتتعرف على جيم، وبيتكلم معاها جيم. وبيقوم جيم عشان يمشي وبيحط دوج ايده على رقبته عشان كلير ما تشوفش الوشم اللي على رقبته وتعرفه. وبيروح دوج لجيم وبيقول له جيم انه مش هيقول لاي شخص عن كلير لانهم عندهم عمليه ومش عايزين حد ينقلب عليهم. بيرد دوج وبيقول له انها اخر عمليه هيعملوها. وبيروح لوالده السجن وبيساله عن والدته، لكن والده بيقول له انها ما كانتش بتحبه ومش عايزه تعيش معاهم وانها مشيت ومش هترجع تاني. بعد كده بيجتمع دوج واصدقائه وبيجهزوا لعمليه السطو الثانيه، وبيلبسوا الماسكات وبيجهزوا نفسهم، وبيروحوا للعربيه اللي فيها الفلوس وبيهجموا على الامن وبيدخلوا السياره وبيسرقوا الفلوس اللي فيها. لكن في شخص من الامن بيمسك واحد منهم لكنهم بيقتلوه، وبياخدوا الفلوس وبيركبوا العربيه وبيهربوا. لكن الشرطه بتشوفهم وبتطاردهم، لكنهم بيحاولوا يهربوا منهم وبتوقفهم الشرطه وبتطلب منهم يسلموا نفسهم. لكن اللصوص بيبداوا يضربوا نار وبيهربوا تاني، ويطاردهم الشرطه تاني وبيوقفوا السياره وبيضربوا النار على الشرطه وبيولعوا في عربيتهم عشان البصمات، وبيركبوا عربيه تانيه وبيهربوا. وبيعرف المحقق ادم عن عمليه السطو وبيطلب من صديقه دون انه يقفل الجسر عشان اللصوص ما يعرفوش يهربوا. لكن اللصوص بيكونوا عاملين حسابهم وبيهربوا من طريق تاني، وبيوصلوا لسياره تانيه وبيزيلوا البصمات من سيارتهم، وبيشوفهم شرطي لكنه بيخاف يقتلوه فمش بيتكلم، وبيركبوا العربيه تانيه ويهربوا. ويجي المحقق ادم ويطلب من فريقه يبحثوا عن اي بصمات في العربيات اللي لقوها عشان يكون معاه دليل ويقدر يحقق معاهم. وبتروح الشرطه الموقع عمل دوج وبيقبضوا عليه، وكمان بيقبضوا على اصحابه. وبيحقق دينو مع دوج وبيقول له دينو انه عارف والده، وبيرد دوج ويقول له ان والده ودينو واصدقائهم كانوا من اكبر اللصوص في تشارلز تاون، لكن دينو خانهم وسجنهم واشتغل مع المباحث الفدراليه. وبيدخل المحقق ادم وبيقول له دوج انهم لقوا البصمات في العربيه وانه هيموت هو واصحابه في السجن الفدرالي. لكن دوج بيقول لهم خلي البصمات تنفعكم، وبيمشي لانه مش معاهم دليل يقدروا يسجنوه بيه. وبيتصل المحقق ادم ببنك بوسطن عشان يسأل على كلير، لكنهم بيقولوا له انها سابت عملها. وبيقابل دوج كلير وبيديها عقد الماس وبيقول لها انه هيغير حياتها خالص وانه عايز يسافر معاها بره تشارلز تاون لانه بيحبها. بعد كده بنروح لدوني واللي بيقول للمحقق ادم ان في حد بيكلم كلير من هاتف مجهول، وبيسمعوا صوت الشخص ده وبيعرفوا انه دوج. بعد كده بيروح المحقق ادم لبيت كلير وبيقول لها انه عارف المشتبه فيهم وبيوريها صورهم، وبتعرف كلير صورة دوج وبيتهمها المحقق ادم انها شريكه معاهم في عمليه السطو على البنك. بعد كده بيقابل جيم دوج بيقولوا ان في عمليه لازم ينفذوها والا هينقلب عليهم فرجي ويبلغ عنهم، لكن دوج بيرفض وبيقول له انه عايز يغير حياته ومش هيعمل عمليات تاني وهيمشي بره تشارلز تاون خالص. لكن جيم بيتخانق معاه وبيضربوا بعض لكن من غير ما يتاذي حد، وبيحكي له جيم انه دخل السجن عشان قتل الشخص اللي كان عايز يقتل دوج. لكن دوج بيصر على رايه وبيروح دوج لفرجي وبيقول له انه مش هيكون معاهم تاني، لكن فرجي بيقول انه هو مش هيشتغل من غيرهم لانهم فريق كامل. لكن بيرفض دوج وبيهدد فرجي ان لو ما نفذش العمليه معاهم هيقتل حبيبته كلير. وبيروح لبيت كلير عشان يطمن عليها وبيدور عليها في البيت وبيلاقيها موجوده في الاوضه وبتطلب منه يخرج بره والا هتتصل بالمباحث. وبيحاول دوج يتكلم معاها لكنها بترفض وبتقول انه مش هيشوفها تاني. وبيروح دوج لقطر فاضي وبيفضل يتعاطى المخدرات ويضرب نار على الكراسي. وبيروح دوج لفرجي وبيقول له انه هينفذ معاهم العمليه لكن لو كلير حصل لها حاجه هيقتلهم كلهم. وبيرجع بعد كده دوج لكلير وبيقول لها الحقيقه وكل حاجه هو عملها في حياته. بعد كده بنروح لفرجي واللي بيجمع دوج واصدقائه عشان يخططوا للعمليه، وبيكون المحقق ادم بيراقب محل فرجي وبيوضح لهم فرجي الخطه، بيقول لهم ان هي دي هتكون اكبر سرقه عملها في حياته. وبيروح المحقق ادم لصديقه دوج واللي بيكون اسمها كريس وبيقول لها ان دوج مش بيحبها وبيخونها وبيعرفها انه محقق في المباحث الفدراليه، وبيكون متامل انها تقول لهم اي حاجه تساعده في التحقيق، وبيقول لها انها مشتركه معاهم في الجريمه. بعد كده بنروح لدوج وصديقه جيم واللي بيكونوا بيجهزوا الاسلحه لعمليه السطو، وبيكون المحقق ادم ومساعديه بيراقبوا سياره وبيهجموا على العربيه لكنهم مش بيلاقوا فيها العصابه. بعد كده بتروح كريس لدوج وبتقول له انها بتحبه وانه مش هينفع يمشي من المدينه من غيرها، لكنه بيقول لها انه هيمشي مع كلير وبيترك كريس من المنزل. بعد كده بيجهز دوج وجيم نفسهم عشان يبداوا العمليه وبيلبسوا لبس المباحث الفدراليه وبيروحوا كاتدرائيه بوسطن وده المكان اللي هيسرقوه. وبينزل صديقهم للقبر وبننتقل للمحقق ادم اللي بيروح لكريس المستشفى وبيستفسر منها عن اي معلومات تعرفها وبيهددها ان لو ما اتكلمتش مش هتشوف بنتها تاني. وبتقول له كريس ان دوج هيغادر بعد ما ينفذ عمليه السطو الاخيره. وبنرجع تاني لدوج وجيم واللي بيفتحوا قفال الابواب وبيساعدهم صديقهم بتعطيل الكاميرات وبيدخلوا دوج وجيم العاملين بالمكان واللي بيفهموهم فيهم انهم من المباحث الفدراليه وتلقوا اتصال من الطوارئ. وبيطلب جيم ودوج يشوفوا هويتهم لكنهم بيرفضوا فبيهددوهم بالسلاح وبيطلبوا منهم يستسلموا وينزلوا على الارض وبيربطوهم وبينتقلوا بعد كده لغرفه الفلوس. وبيطلبوا من العمال يفتحوا لهم الباب وما يبلغوش الشرطه لانهم هيقتلوا عائلتهم. وبالفعل بيفتح لهم العمال الباب وبيدخل دوج وجيم ويسرقوا كل الفلوس الموجوده في القبر. وبعد كده بيطلعوا للسياره وبيقابلوا اصدقائهم وبيحطوا الفلوس في العربيه وبيغيروا ملابسهم وبيلبسوا لبس الاسعاف. لكن دوج بيلاقي الشرطه محوطين المكان من بره وبيشوف جيم قوات الشرطه داخل القبر وبيضرب عليهم النار ويبدا اطلاق النار وبتصيب قوات الشرطه صديق دوج لكنه مش بيموت. وبيطلق دوج النار على شرطي داخل السياره وبيفتح بوابه
بتركبه، لكن الشرطي بيخرج بالسياره وبتفتكر الشرطه انه من اللصوص وبتضرب عليه النار وبتنقلب بيه السياره. وبيقول دوج لصديقه ديز انه يخرج ويسلم نفسه لان دي الطريقه الوحيده اللي ممكن يعيش بيها، لكنه بيرفض. وبترمي قوات الشرطه القنابل في القبر وبتنفجر القنابل والدخان بيملى المكان، وبيكون ديز مش شايف اي حاجه وبتقتله قوات الامن. وبيطلق دوج النار على القوات اللي خارج القبر وبيقتل جيم شرطي منهم وبيصيب التاني، وبيقول لهم صديقهم انهم يلبسوا زي الشرطه ويخرجوا كانهم من المباحث. وبيخرج هو بسياره الاسعاف وبيحاول يهرب لكنهم بيقتلوه، وبيلبسوا زي المباحث الفيدراليه وبيخرجوا مع قوات الشرطه. وبننتقل بعد كده رجال الامن اللي بيقولوا للمحقق ادم ان اللصوص ساعدهم 2 من رجاله الشرطه. وبيعرف المحقق ادم ان جيم ودوج هم اللي اتنكروا في زي الشرطه ونفذوا عمليه السرقه. وبيلاحظ المحقق ادم شرطي ومعاه شنطه وبيكون شاكك ان واحد من اللصوص وبيطلب منه يقف لكنه بيرفض، وبيطلب قوات تيجي لمكانه بسرعه وبيضرب جيم عليه النار لكنه مش بيسيبه. بعد كده بيهرب جيم وبتسيبه القوات لكنه بيكون لابس سترة الحماية ومش بيتأذي، لكن المحقق ادم بيسيبه في رجله. وبيستخبى جيم وبيطلب منه المحقق ادم يسلم نفسه لكنه بيرفض وبيضرب عليهم النار وبيقول لهم انه هيستسلم وبيخرج من مكانه وبيحاول يضرب عليهم النار لكنهم بيقتلوه. وبيكون واقف دوج وبيشوفه وهو بيموت وبيروح دوج لفيرجي وكمان بيقتل فيرجي. بعد كده بيعرف المحقق ادم ان فيرجي اتقتل وبيكون متأكد ان دوج اللي قتله، وبياخد دوج الفلوس وبيكلم كلير لكن كلير بيكون جنبها الشرطه وبيكون دوج بيراقب منزلها وبيكون عارف ان الشرطه في منزلها بتراقبها وبتتصنت على المكالمه وبيطلب مقابلتها وبتطلب منه انه يجي منزلها. وبيوافق دوج وبتجهز الشرطه كلير عشان يقبضوا على دوج. وبيروح دوج حديقه كلير وبيدفن الشنطه في الحديقه. وبيفهم المحقق ادم ان دوج كان عارف انهم موجودين عند كلير وانه مش هيجي، وبيمشي دوج بره تشارلز تاون وبتلاقي كلير الشنطه بيكون فيها فلوس ورساله من دوج بيقول لها فيها انه مشي من تشارلز تاون وانه متاكد انه هيشوفها تاني. وبكده تكون نهايه فيلمنا النهارده. وما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وسبسكرايب في القناه.